اهلا بحضراتكم. والله من امبارح والواحد ما نمش، يا ترى شرب القهوة ولا ما شربش القهوة؟ يا شرب ما شربش، لدرجة ان الواحد جاب ورق وابتدى يقطع: شرب ما شربش، شرب ما شربش. اخوانا، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. من امبارح يا اخوانا والدنيا مقلوبة. ترامب في السعودية والموضوع اللي على الساحة: يا ترى شرب القهوة ولا ما شربش القهوة؟ يعني بصراحة مش عارف الواحد يقول ايه. أعيتونا والله. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. يا اخوانا، شرب القهوة براحته، ما شربش القهوة براحته، مش موضوع، لكن معركة من الجدل ومعركة من السجال. لدرجة إن المملكة العربية السعودية زعت فيديو 3 ثواني يقول لك إنه هو شرب القهوة، إنه في الفيديو الأولاني مسك فنجان القهوة. معركة من الكلام عفوا يعني الغير مجدي، مش في مكانه. يعني الواحد مستغرب يعني إن الناس وصلت بيها الموضوع إنه يتكلموا عن يا ترى الرئيس الأمريكي ترامب شرب القهوة في السعودية ولا ما شربش القهوة. جدل بشكل لا تتخيلوه حضراتكم، وناس بتكتب على الفيس، وناس تكتب على منصة اكس، وناس السعوديين اعلنوا الحرب على انه شرب القهوة. هيا مغرضين، والعادات العربية والتقاليد العربية. القهوة اصلا السعودية بتستوردها القهوة من بره. وبعدين يا اخوانا، شرب القهوة ولا ما شربش، ايه الاهمية في كده؟ ايه الأهم؟ ما اشربش شاي، اشرب ازوزه انا، ما براحته يشرب ما يشربش، مش قضيتنا. يعني في قضايا اهم، وان احنا يوصل بينا الحال ان احنا نقوم معركه من الجدل ومن الكلام على موضوع ان ترامب شرب القهوه وما شربش. انا شايف الموضوع بصراحه في منتهى عفوا الهيافه، ومفيش يعني اهم من بيت شعر يتقال عفوا: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يعني إيه يا إخوانا شرب القهوة ما شربش؟ يعني إيه المعركة؟ يعني ناس بتقول لك أهاني السعودية، والسعوديين خدوا على عاتقهم رد الإهانة، وجاءوا فيديو 3 ثواني يثبت أن الرئيس الأمريكي قد شرب القهوة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا إخوانا الرحمة، ارحموا عقولنا. حضراتكم امبارح حوالي الساعة 2:10 حصلت هزة أرضية في جزيرة كريت اليونانية، وكانت حتى أهل مصر شعروا بيها. أنا ليا أقارب في اسكندرية والقاهرة بلغونا إن الهزة الأرضية حصلت، وبيقول لك احتمال إن الهزة الأرضية اللي حصلت في جزيرة كريت دي كان مقدار الهزة 6.2 بمقياس ريختر، لكن وصلت مصر في حدود 4.2. نسأل الله السلامة. دي القضايا المهمة، دي القضايا المفروض تناقش، المفروض تطلع دلوقتي ناس باحثين وعلماء يعرفوا ان ممكن يكون في توابع للزلازل او ما فيش توابع، وازاي الوقاية من الزلازل. الناس تاخد معلومة مفيدة، مش يا اخوانا ان ترامب شرب القهوة ولا ما شربش القهوة.